في ناس داخله على رمضان بس من جواها تعبانه جدا، بيضحكوا قدام الناس وبيعيطوا لوحدهم. رمضان شهر فرحه صح، بس مش كل الناس قادره تفرح. في حد حاسس بتقل، في حد مش قادر يصلي بنفسه، وفي حد بيقوم بالعافيه. ده مش ضعف ايمان، ده انك انسان، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني تعبك مفهوم وربنا شايف طاقتك. وخليني احكي لكم موقف لسيدنا يعقوب عليه السلام. وسيدنا يعقوب عليه السلام رغم انه كان نبي ومع ذلك قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. الحزن مش ضد الايمان، الاستسلام هو اللي خطأ. مش لازم تبقى مثالي، مش لازم تبقى طاقتك 100%. يمكن صلاتك السنه دي اقل بس نيتك اصدق، يمكن دموعك اكتر بس قربك اعمق. والتحدي ال11 لمده 48 ساعه. لو تعبان نفسيا ما تضغطش نفسك زياده، اعمل عباده صغيره بس ثابته، كلم حد تثق فيه وما تسكتش على وجعك، واكتب في التعليقات انك مش لوحدك. افتكر دايما ان مش كل اللي ساكت ضعيف ولا كل اللي بيضحك مرتاح. رمضان مش سباق كمان، رمضان رحله صدق.